ميديا سليمان مانو من داد عبدال بيتي انضرب وجيت سكنت في أبو راسين. صار لي بأبو راسين تقريبا 3 سنين. والله الوضع مو زيادة، الضرب على طول شغال. يعني صاروا يضربون أكثر من قبل. الضرب صار يستهدفوا في بيوت مدنية. يعني والعالم كلها خايفة، ورغم هالشي لساتنا قاعدين ببيوتنا ما عم نطلع. نحن قاعدين ببيوتنا عم نستهدف، يعني ما نحس أي لحظة البيت ينهد فوقنا. يعني هاي جريمة. يعني اليوم حتى اللي قاعد ببيته ما بقى يرتاح. يعني وين بدنا نروح؟ هاي أنا أقرب مثال. يعني أهل أبو راسين، جينا على أبو راسين لما بعد ما داد عبدال انضرب بيتي وجيت قعدت بأبو راسين. يعني قلنا أبو راسين شوي أأمن. يعني حتى أبو راسين ما خلوا سكانها بي، يعني صاروا يستهدفون البيت. يعني هاي جريمة. يعني اليوم انت قاعدة ببيتك شو قاعد تستهدف بيتك، والله أكبر جريمة. يعني نحن زاد نطالب الدول ونطالب ليش؟ طيب ما حد قاعد يشوف الشيء اللي قاعد يصير؟ يعني الدول ليش ما قاعد نشوف هالشيء؟ يعني ما ظل حدا يقدر يوقف الجرائم اللي قاعد تصير. والدولة التركية قاعد تمادى حيل باستهدافاتها بالجرائم اللي قاعد تساويها. ما ظل محاسبة. لازم تركيا تتحاسب، الدول الغير زادتين تحاسبها. لازم بعقوبات دوليه بدول قاعد لازم يعني يشوفون الشيء اللي قاعد يصير. يعني نحن ببيوتنا قاعد ننضرب ولامتى؟ يعني حياتنا مو رخيصه. يعني انت لهالدرجه ما ظل احد يشوف الضرب، يشوف الشيء اللي قاعد يصير. يعني نحن لهالدرجه رخاصه، العالم ما قاعد يشوف الظلم اللي قاعد نظلمه. يعني حيل معاناه قاعد نعانيها. الكهرباء قاعد تنقطع من الضرب، المي قاعد تنضرب، واكثر شيء قاعد يستهدفون ايش؟ يستهدفون المي، الكهرباء، يعني اساسيات الشعب الموجوده هين قاعد يستهدفونها. يعني يجون يصلحون الكهرباء يجون اخرى يضربونها، يجون يصلحون المي يرجعون اخرى يضربونها. طيب ولايمتى؟ يعني هاي نحن صارنا شقد بلا مي هين ما بي مي. هاي اهم شيء بالحياه، المي والكهرباء. والمي والكهرباء قاعد يستهدفونها. هن قاعد ما يستهدفون بس الكراد، قاعد يستهدفون العرب اكثر. من الاضرار قاعد تجي على العرب والكراد نفس الشيء. يعني هسه عين هن ابو راسين كلها كراد؟ ما بي، اغلبها عرب. ونحن كلياتنا عرب ولا كراد اخوه نرجع نهايه. يعني هسه عين مين هين؟ يعني الكراد هين مثلا او الدوله الكرديه هين مثلا قاعد يستهدفونا. نحن شعب بارضنا وبقاعنا وبمحلاتنا قاعدين وقاعد يستهدفونا. يعني المشكلتهم مو مع الكراد، المشكله يعني هسه نحن عرب مو كراد، صح ولا لا؟ الشهداء اللي قاعد تروح ما قاعد تروح كلها كراد، اغلبها عرب، اغلبها من مكونات العرب. واقرب شيء اخوي شهيد وعربي وحرباوي. هاي زاد كردي مو كردي. من سقط النظام قالوا انه راح ترجع الحياه مثل قبل، ويعني ما ظل بي احد يتعدى الاحد. هاي اقرب مثال بحماه بحمص او بطرطوس او باللاذقيه العلويه والثانيه. يعني صار كل واحد ايش بيله غايه شخصيه، كل واحد له ثار، له شيء صار يطالب بثار، لانه ما ظل بدول او ما ظل بحكومه يعني تحميهم او احد يدافع عنهم. احنا بالعكس هين مناطقنا الحمد لله لسه الامن موجود، الامان موجود. لا سمح الله اذا احد صار معه مشكله يروح يقدم شكوى او يسوي شيء. يعني لساتنا تحت مثل ما نقول يعني كل شيء موفر لنا. ومشروعنا الديمقراطي مثال لكل سوريا. اقرب شيء حقوق المراه. صارت المرأة بشكل عام أول كان ما إلها حق، ما إلها رأي، ما إلها فكر، ما إلها مطالب. ما صار يعني هسه عين الكل صار يقدر يطالب بحق. وصارت نظرة المرأة للمجتمع غير، المجتمع للمرأة غير. يعني ما ظل مرأة وما إلها عم تاخذ حقها. يعني هين الشيء اللي يسووه يعني نحن كعرب يعني مو كرد بصراحة. يعني كثير شغلات توفرت لنا، وهاي يعني مو شغلة كراد وعرب. هاي نحن عرب بالعكس، نحن توفر لنا شغلات أكثر من الكراد. هاي المشروع هو الديمقراطي، وهاي العدالة اللي نحن اللي قاعد نطالبها ونريدها، وإن شاء الله تستمر وتدوم. يعني كنساء كلياتنا نتكاتف ونكون إيد وحدة، لأنه هاي المرحلة مرحلة حساسة. ونحن قاعد نشوف هالشي بالدولة الجديدة اللي صارت. أول شغلة نزلوها تعال غطي وجهك. يعني اليوم اللي أنت تريد ولا ما تريد يجبرونك على الحجاب، يجبرونك على اللباس، بدهم يتدخلون بينا. هسه كنساء نحن نقعد برا بالشارع نرتاح كطلعة كقعدة. هاي باكر كل شيء ينمنع منا، حرية رح تنحجز. كنساء يعني كثير شغلات رح ننحرم منها. وهسه نحن بالعكس نحن هين موجودة عندنا حريتنا الشخصية بيدنا.
يعني إذا جاء لا سمح الله وصار حكمهم الحرية هي يعني رح تكون حلم إلنا. نطالب نساء السوري بشكل عام إنه نتكاثف ونصير إيد وحدة ونكون يعني نحمي هالثورة ونكون سند لبعضنا، نحوي قواتنا، ندافع عن حقنا، وإذا اضطر الأمر نحن كنساء زاد مثلنا مثل أي قوة عسكرية نحمل سلاحنا قدام أي عدو، وإن شاء الله ما رح يتقدموا علينا، وإن شاء الله احنا رح نفوز. ونطالب نساء يعني بمناطق الساحل أو طرطوس أو المناطق الثانية، يعني زادتين مو كل شيء يحكموكم به ظلون ساكتين عليه وتلبسون شيء إجباري عنكم. نحن اليوم بالقرن ال21، قرن الحرية، قرن يعني الديمقراطية، لازم إنه ما يقبلوا بهالشيء، يطالبون بحقوقهم كنساء. أي نساء على وجه الأرض لازم ما تتنازل عن حقها، تدافع عن حقها، عن كرامتها، عن حريتها. ونحن بعصر حرية، ما في شيء إجباري. إحنا هون كنساء على خط النار رح نضل مقاومين مستمرين على عزمنا على حريتنا، نضل نطالب بحريتنا رغم إنه الحرب الضغط اللي قاعد يصير علينا نكون نحن خط النار. ونطالب نساء المنطقة الثانية بالحرية بالدولة الجديدة، زاد الطالب بحريتها، الطالب يعني لا تفرض أي شيء اللي يفرضوه عليها لازم ما تضل ساكتة عنه، الطالب بالحرية، وإن شاء الله نحن وهن ننتصر.